السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بتكونوا بأحسن حال. النهارده في مطبخ أم ياسين على قد الإيد هنعمل لكم أحسن طاجن بسلة، طعمه وشكله ولون زي العسل. دلوقتي بقى أول حاجة هنعملها غسيل البسلة تحت المية. ازاي تنضفي الدماغ والراس بحركة واحدة، تكون سهلة وبسيطة ومش متعبة. دلوقتي بقى هنقف تحت المية كده البسارية بتاعتنا وهنشد الراس مع المعدة. ازاي هنعملها؟ هنضغط على الدماغ وبعد كده هتطلع معانا المعدة بتاعت البسارية لوحديها. دلوقتي يا جماعة هخلص الكمية بتاعتنا دي وهنرجع لكم بقى نشوف باقي المكونات. اول حاجة دلوقتي، اول المكونات بتاعتنا بعد البسارية طماطماية وفلفل. الطماطمايه والفلفل، اللي عايزين تكتروا في الفلفل يبقى 3-4 قرون كده يا جماعه مع طماطمايه. ما بتحبوش الفلفل كتير قللوا فيها مع الطماطمايه برضه. تمام. هنقطع بقى الفلفل ده طرنشات كده صغيره، والطماطم اهو يا جماعه. رجعنا لكم بعد غسيل البسله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. غسلناها وصفينا منها المية وحطينا عليها نص ليمونة او نقطتين خل وشطفناها كويس جدا، وهي قدامكم زي العسل. وبعد كده قطعنا الطماطمايه والفلفل، وهنحط بقى كل المكونات بتاعتنا دي فوق صينية البسلة. وهنحضر معانا الملح بقى والتوابل اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. اول حاجة دلوقتي هناخد بقى الفلفل والطماطم هنحطها فوق البسلة بعد ما صفيناها من المية، كل المية اللي فيها علشان ما تكونش فيها مية او ما تكونش فيها زفارة. وبعد كده هنحط عليها توم. التوم بتاعنا معلقة توم صغيرة، تمام، يجي 3-4 فصوص توم كده. وبعد كده هنحط عليها الملح وهنحط عليها الكمون بتاعنا اهو يا جماعه. بص الالوان اخضر واحمر وشكل يفتح النفس والله العظيم. وصينيه اقتصاديه ومش مكلفه، يعني مثلا اللي هي والبسايه والخضار بتاعها كله مكلفين يجي 30 جنيه. وحطينا الملح اهو يا جماعه والكمون. وبعد كده هنحط رشه الزيت، اي معلقتين زيت كده او 3. وبعد كده يا جماعة عايزين تحطوا عليها نص كوباية مية، تمام. او مش محتاجين خلاص، هو الطماطم هتنزل ميتها، والاحسن ان انت ما تحطيش. الطماطم هتنزل ميتها والبساية لسه هتنزل المية بتاعتها، والفلفل كله هيبقى هينزل المية بتاعته، تمام يا جماعة. وبعد كده نكون مسخنين الفرن بتاعنا وهنزيح دلوقتي. احنا دلوقتي هنقلب بقى كل المكونات دي معانا وهنزيحها في الفرن. ووجبة سريعة ووجبة مش مكلفة، علشان الميزانية بتاعت البيت هتلاقيها والله أولادك حبوها وكل اللي في البيت حبوها. بعد ما قلبناها كده يا جماعه وحطينا محتوياتها معاها الزيت والملح والفلفل. عندك فلفل اسود تمام حطي عليها، عندك توابل سمك حطي عليها، هي بتحب التوابل. وبعد كده نقلب كله ببعض. ودلوقتي هنحطها في الفرن بتاعنا وهنستنى. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اهو قدامكم صينيه بسارية او سردين صغير كمان ينفع تعمليه بنفس المكونات بتاعتنا دي، طعم والشكل زي العسل يفتح النفس. ويا جماعة يا دوبك مش هتاخد يجي نص ساعة في الفرن كده، بس عينك عليها كل شوية، ممكن تعمليها على النار شوية وبعد كده تدخليها يا دوبك تاخد وش تحمير كده في الفرن. وما تنسوش تدعموا قناة أم ياسين على قد الإيد باللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.